الرجلان. إن مصر على مدار تاريخها كانت دائما بين الحين والحين تمر بأزمات كبرى ما بين العهد الفرعوني والروماني والإسلامي، وكما لله أسرار متعددة في مصر وفي شعبها، منها معتقدات بعض اليهود بأنهم لن يستطيعوا ملك الأرض ولا ملك خزائن الأرض إلا بملك مصر. هناك أسرار أخرى كثيرة، منها عبر التاريخ سر الله فيما يسمى بالرجلان. فشهدت مصر على مدار تاريخها قصصا مختلفة للرجلان، ابتداء من قصة موسى وهارون عليهما السلام، مرورا بصلاح الدين الأيوبي وعيسى العوام، وسيف الدين قطز والظاهر بيبرس، ومرورا بعمر مكرم ومحمد علي باشا وسعد باشا زغلول ومكرم عبيد، حتى عبد الناصر ومحمد نجيب. ووصل التاريخ بمصر وشعبها إلى هزيمة 25 من يناير 2011 التي كانت تستهدف إسقاط مصر من خلال معركة الجيل الرابع للحروب، والتي صورت وجسدت بالكذب والادعاء على أنها ثورة، ولم تكن 8500 عام، استطاع في أشهر معدودة أن يتدارك الأمر ليحول السقوط والهزيمة إلى إرادة وانتصار، ويعيد تحويل مسار الحرب والمعركة، ويحول موقفه من الشعب المنهزم المسير إلى الشعب المنتصر القائد، ويعيد تخطيط سياسة الأرض، ويرسم بيده وليس بيد غيره تخطيط الخريطة السياسية لشعوب الأرض جميعا، فأعاد إلى الأذهان مجده العالمي وقيادته التاريخية لشعوب الأرض جميعا. وتخرج قصة جديدة من قصص الرجلين لتصنع ملحمة أكثر قوة من ملاحم الرجلين، أمثال عمر مكرم ومحمد علي باشا وسعد زغلول ومكرم عبيد، ولا تقل قوة بل متساوية تماما مع قصة الرجلين سيف الدين قطز والظاهر بيبرس، نظرا لوجود تشابه كبير بينهما. فقصة الرجلين قطز وبيبرس في مواقفهم ضد غزو التتار للقضاء على الأمة العربية والجنس العربي بأكمله كانت نموذجا. وتقدم مصر رجلين جديدين، مؤكدة أن المقولة الشهيرة عبر تاريخ الزمن بأن مصر ولادة هي مقولة حق وصدق، ومصر فعلا ولادة. تقدم الأبناء القادرين على كتابة ملاحم عظيمة لمصر. ورجل هذا الزمان هم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي يلقبه الشعب بالمشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية، والإعلام الدكتور توفيق عكاشة، الذي يلقبه الشعب بمفجر ثورة يونيو وزعيم هذه الأمة. وإنصافا للحق وعدلا للعرض، ليس توفيق عكاشة هو زعيم هذه الأمة وحده، إنما مصر اليوم زعيميها هما السيسي وعكاشة، حتى نكون متحدثين دائما بالحق، فإن زعيم الأمة هما السيسي وعكاشة، والتكرار هدفه التأكيد على الحق للذين قدم لنا ملحمة جديدة تحت اسم الرجلان، امتدادا لملاحم رجلين عبر التاريخ غير مجرى الحياة السياسية في الإنتاج الحربية في 12 من أغسطس عام 2012، وعمل قبلها مديرا للمخابرات الحربية من عام 2008 حتى عين وزيرا للدفاع. تميز عبد الفتاح السيسي بعدد من الصفات، أهمها الرغبة في القراءة والاطلاع وحب الثقافة والمعرفة، كما أنه كان أحد رواد صالون الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل،
وساعد ذلك في نمو فكر القومية العربية لديه. كما أنه كان أيضا حريصا على أداء الصلوات الخمس في مواعيدها، وكان قارئا جيدا لعلوم الدين الإسلامي، وكانت قراءته تذهب إلى كتابات إمام أئمة الدعاة إلى الله الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولكتب الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر. كما أنه أيضا كان مطلعا على كتب الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، مما عكس شخصيته المصرية السياسية والدينية الوسطية. كما أنه قرأ بعناية كتاب البحث عن الذات للرئيس الشهيد البطل الراحل محمد أنور السادات، بجانب عمله في مختلف المواقع بسلاح المشاة وعلاقته الاجتماعية الخاصة، والتي بلورت صناعة شخصيته التي تتميز بالهدوء والصوت المنخفض، حتى أن كان اللقاء بين الرجلين في أعقاب هزيمة 25 من يناير عام 2011 لقاء فكريا تبارى فيه الفكر بين السيسي وعكاشة لينسج نسيج ثورة 30 من يونيو، وليكون الصدق والحق هو صوت الفراعين دائما. لنقول إن يونيو لعام 2013 انتصار أمة ونصرا للعروبة بأكملها. أما الرجل الثاني فهو الإعلام الدكتور توفيق عكاشة، الذي ولد في يناير عام 67 بمحافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية سنة 1990، ثم حصل على دبلومتي الدراسات العليا في الإعلام البيئي من معهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس بالقاهرة، وكان قد التحق بالعمل في التلفزيون المصري بالقناة الخامسة بالإسكندرية عام 1991، ثم انتقل إلى القناة الأولى بالتلفزيون في عام 1994، والتحق باحثا بجامعة ليكود برادنتون في كلية إدارة الأعمال بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية في يناير عام 2005، وحصل على درجة الدكتوراه في الإدارة العامة تخصص إدارة المؤسسات الإعلامية في 31 من أغسطس 2008 بعنوان دور القائد الفعال في بناء وتنمية المؤسسات الإعلامية. تميز بالقراءة والاطلاع وحب المعرفة وفيض الثقافة، ونظرا لقراءته المتعددة في الأديان فهو قارئ جيد للتوراة والإنجيل والقرآن، كما أنه قارئ في تفسير القرآن لفضيلة إمام أئمة الدعاة الشيخ متولي الشعراوي. وله في هذه مقولته الشهيرة في تفاسير القرآن، حيث يقول إن تفسير القرآن يرتبط بالفترة الزمنية التي يقوم الفقيه فيها بتفاسير القرآن، قائلا إن أقوى تفسير للقرآن لهذا العصر تفسير الإمام محمد متولي الشعراوي. كما أن قراءته في كتب علوم السياسة والاجتماع وعلم النفس والإعلام قد بلورت شخصيته التي أفرزت نظريات وتعاريف لعدد من المصطلحات السياسية ذات التناول الإعلامي من خلال رسالة الدكتوراه التي حصل عليها بعد معادلته الماجستير في الإعلام البيئي. وأهمهما إن الديمقراطية الغربية لا تترجم إلى ديمقراطية عربية نظرا لاختلاف المجتمعات واختلاف الثقافات بين المجتمعات، وإن لكل مجتمع ديمقراطيته التي تنعكس من بنائه الاجتماعي سواء كان ثقافيا أو تعليميا أو دينيا، مع مراعاة العادات والتقاليد الاجتماعية وعمليات التنشئة الاجتماعية لأفراد كل مجتمع على حدة. كما كانت أيضا الليبرالية وتعريفها هي واحدة من أهم نظرياته التي كانت ذات صلة بتعريف الديمقراطية، باحثا حتى خرج بتعريف الليبرالية بأنها الحرية الكاملة للفرد في المجتمع كتعريف عام يخرج منه الليبرالية العربية. وما هي الليبرالية العربية؟ هي الحرية التي تراعي العادات والتقاليد الاجتماعية وتعاليم الأديان السماوية، وتبعد كل البعد عن المحرمات التي حرمتها الأديان السماوية الثلاثة. وأن الحرية العربية تتعارض مع الحرية بمفهومها الواسع، نظرا لأن المجتمعات العربية هي مجتمعات لها جذور تاريخية قائمة على عادات وتقاليد متحفظة تضع تعاليم الأديان نصب عينيها،
وأن العرب بأديانهم لهم ديمقراطية خاصة بهم وحرية خاصة بهم تنعكس من مجتمعهم ذات الخصائص والصفات المختلفة كل الاختلاف عن المجتمعات الغربية والأمريكية، مما يعكس دائما صدام المفاهيم بين مفهوم الديمقراطية الغربية ومفهوم الديمقراطية العربية، وبين مفهوم الحرية الغربية ومفهوم الحرية العربية. تبلورت شخصية الرجلان كل في مجاله. المشير عبد الفتاح السيسي يعمل على إعادة بناء القوات المسلحة وإعادة تجهيزها بفكر استراتيجي عميق هدفه الأمن القومي الداخل خارجي لمصر، وسط حالة من الخلاف والاختلاف بين ما يطلقون على أنفسهم فريق النخبة والمثقفين، ووسط حالة من انتشار التيارات السياسية المتأسلمة التي كانت انعكاسا لحالة الاختراق الشديدة والكبرى التي شهدتها مصر في ال10 سنوات الأخيرة، ومنذ عام 2002 وحتى عام 2011 التي حققت فيها أمريكا انتصارات متلاحقة في عملية اختراق مجتمع الدولة في مصر. يقف السيسي مراقبا ومتابعا ومفكرا لكيفية التصدي لهذه الهزائم المتكررة، وعلى جانب آخر يقف توفيق عكاشة مراقبا متابعا مفكرا عن كيفية مواجهة هذا الأمر أيضا، حتى أن قرار إطلاق قناة الفراعين في الأول من يونيو من عام 2009 ليكون أول تناول إعلامي لها هو خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في القاعة الكبرى بجامعة القاهرة في 3 من يونيو 2009 الذي اعتبره ساعة الصفر التي أطلقت فيها أمريكا قذائف الحرب مستخدمة الجيل الرابع من الحروب على مصر والأمة العربية، وكان تنبؤه وتوقعه صحيحا 100%، وحمل الرجلان رسالة واحدة دون أن يكون بينهما أي تنسيق أو اتفاق أو معرفة أو تقارب، ولكن الذي جمعهما هو حب مصر وشدة الانتماء إلى هذا الوطن وقوة العشق لشعب مصر من أصغر مولود فيه وحتى أكبر رجل سنا فيه، حتى كان اللقاء الغير مباشر في شهر مارس من عام 2011 ليلتقي الفكران ويلتقي الرجلان متفقان دون تحضير على أن مصر تتعرض لعملية إسقاط الهدف منها هو إسقاط مصر إلى الأبد، وسط حالة شديدة الصعوبة، حيث كانت الشائعات والفتن والانقسامات تملأ المجتمع المصري، ووصلت إلى حالة لا يمكن لأحد أن يتخيلها، ولا يمكن لأحد أن يتصور هذه الحالة من الاختلاف والبلبلة داخل مجتمع الشعب المصري، والتي لعبت فيها الشائعات الكاذبة دورا خطيرا لا يستطيع أحد أن يصححها ويقدم الحقيقة ويعيد صياغة ثقافة الأغلبية العظمى من الشعب المصري، ويضع الصورة الحقيقية أمام عينيه كاملة، ويشد من أزره ليحول سقوط مصر إلى انتصار مصر. وهذا هو الدور الذي لعبه توفيق عكاشة، بينما كان الدور الذي لعبه الفريق عبد الفتاح السيسي هو مراقبة ومتابعة هذا التحول الشعبي من الهزيمة إلى الانتصار، ويقوم بتدعيمه من حين لآخر بتصريحات الهدف منها التأكيد على أن الجيش المصري هو جيش الشعب، وهو ظهر الشعب الذي يحميه وينفذ رغباته، حتى كان اليوم المهيب والمشهد العظيم لميلاد أقوى انتصار وأكبر انتصار لمصر ولشعب مصر في تاريخها الحديث، حيث كان هو اليوم الأول من إبريل لعام 2013 ميلادي، عندما دعا عكاشة لأول مليونية أمام المنصة بمدينة نصر بالقاهرة عقب إعادة افتتاح قناة الفراعين، والتي كان قد تم إغلاقها لمدة 7 أشهر، شهد فيها عكاشة 42 محاكمة تقدم بها أعضاء جماعة الإخوان المتأسلمين، بعد أن كان عكاشة قد منع هو وأنصاره محمد مرسي من المشاركة في جنازة شهداء رفح في رمضان من عام 2012، وقال مقولته الشهيرة: لن يقبل شعب مصر وأنا معهم أن من قتل القتيل يسير في جنازته.
وخرج عكاشة وأنصاره وقاموا بمحاصرة مسجد الرجلان ومحاصرة منطقة المنصة، ومنعوا محمد مرسي وقيادات الإخوان المتأسلمين ورئيس الوزراء هشام قنديل في ذلك الوقت من المشاركة في الجنازة، بل وصل الأمر إلى أن أنصار عكاشة من شعب مصر الحر قاموا بتلقين قنديل وبكار وعبد المنعم أبو الفتوح درسا لن ينسوه.